الو. ايوه يا دينا، انا هجيلك في الطريق دلوقتي. ايوه حاجه اقضي الليله معاكي. ابدا، متضايق شويه. طيب يلا، مع السلامه. ادي كمان قافله الموبايل عشان مش عايز خوته من حد. بقولك ايه يا جو، ممكن تبات الليله دي في اي حته؟ ما انا كنت ماشي، انت اللي قلتي لي ان هو مش جاي. جو يا حبيبي، نستحمل بعض اليومين دول. امجد لو فلت من ايدينا هيطلع هو الكسبان، وهيبقى استغلنا هو لمصلحته علشان نضغط على الانصاري، وهنطلع احنا الاتنين خسرانين. حاضر حاضر. بقول لك ايه، تبقي تبلغي سالي بقى ان انا هبات عندها النهارده. هبلغها، على بال ما توصل هكون قلت لها. في حاجه كمان عايزك تكلميه عني النهارده، عايز احط رجلي في المصنع عشان نضمن ان احنا نسيطر عليه كويس. حاضر يا جو، هكلمه. امجد مش لازم يجي يشوفك، اتفضل امشي بقى. باي باي باي. يا ماما، يا ماما افتحي بقى. اوه مختار، تعالى بقى شوف حل في ماما، مش عايزه تكلمني ولا ترد عليا وقافله الباب. ولا عايزه ترد عليا انا كمان. سيبيها لحد بكره يمكن تهدى. انت السبب. معاكي حق، انا اصلي قليل الادب، برد على امي باسلوب مش كويس، وعايز كل حاجه لنفسي زي العيال الصغيرين. تقصدني انا طبعا، مش كده؟ طب ايه رايك بقى ان هي دي الحقيقه؟ الحقيقه انت عارفاها كويس. لو واجهتي نفسك بصراحه هتعرفي ان سبب غيظك وجنانك انك عرفتي ان بابا كان هيكتب لي المصنع، والحمد لله انه ما كتبوش، لانك كنت هتولعي الدنيا. انا ما تهمنيش الحاجات دي. بلاش تكدبي على نفسك. انت قلتي في قرارة نفسك ياخد المصنع بتاع ايه، وطبعا ما قدرتيش تقفي قدام ماما وبابا، فطلعتي غيظك بشكل عبيط وهبل. والنبي ما تعملش عليا دكتور نفساني. بس بس بس، ولا دكتور ولا عيان. انا عارف مشكلتك كويس وهحلها لك، والحل بسيط وفي ايدي. انا مش هاخد حاجه من بابا امجد، وممكن احلفك بالمصحف على كده. حلو قوي. طب قول بقى القنبله دي وهتلاقي الدنيا اتقلبت، وماما تجري عليك وتحايلك وكأنك ضحيت بحقك. ميادة، مش عايز صولة لسان وقلة أدب، وما تنسيش إن أنا أخوك الكبير. أنت لحد السنة اللي فاتت كنت بتقولي لي يا أبيه. تصبحي على خير. مش هفتح يا اللي بتخبط. يا ماما ارجوكي ارحميني بقى وافتحي. بلاش قلة أدب وروحي نامي، مش هفتح لك. يا ماما انا ما غلطتش. مش هتكلم معاكي وروحي نامي. يا حبيبتي انا كلي بين ايديكي، مش بس المصنع. يعني بقى افرح يوسف باداره الانتاج؟ فرحيه، وانا كمان ممكن استفيد منه كخبير عشان يزود الانتاج، بس بشرط انه يتباع. اطمن يا حياتي، هيتباع اول ما نسافر سوا انا وانت، ونقابل كمان هناك الناس اللي هيسوقوا الانتاج بتاعك في الشرق الاوسط ويخلوك تنافس السجاد الايراني. هنسافر فين بس؟ مش بعيد يا حبيبي، ما انت عارف. يا حبيبتي انا ما اقدرش اسافر في الظروف دي، انا كده ضيع. لا بقى يا حياتي، كده ما ينفعش،
كده انت هتزعلهم منك ومش هيساعدوك. خلاص حبيبتي قولي لهم ان المصنع ده بتاع مراتي، وانها ما تقدرش تروح لهم، وانها ما تعرفش حاجه عن الاتفاق. الكلام اللي انت بتقوله ده بقى يا امجد باشا، كلامك ده ملوش غير معنى واحد، انك بتلغي الاتفاق. انا اهون عليا ان انا الغي الاتفاق عن اني اسمع كلامهم وادمر مستقبلي ومؤسستي. ده بقى باعتبار ان انت الكسبان دلوقتي وصاحب مصنع، تفتحه وتقفله زي ما انت عايز، مش كده برضو؟ بصي يا حبيبتي، لو اجبروني انا هعمل كده، هبيع الانتاج بتاعي لاصدقائي في الدول العربيه، وانا متاكد انهم لا يمكن هيخذلوني، لان في النهايه العربي ملوش غير العربي اللي زيه. لو سمعوا كلامك ده مش هيعتبروك صديق، بالعكس هيعتبروك عدو ويحاربوك بكل قوة. بصراحه كده انا ما احبش طريقه لوي الدراع دي، يا اما يتعاملوا معايا بطريقتي وبنظامي، يا اما اشوف لهم حد تاني. انا ما احبش اكون بارافان، بيزنس از بيزنس. وبعدين انا مش قادر افهم، هي الناس دي ملهاش كلمه ولا ايه؟ ممكن بقى تهدى وتقولي انت ليه منفعل دلوقتي؟ انا خلاص مزاجي اتعكر بقى وماشي. امجد لحظه واحده، قولي ايه اللي يريحك وانا ابلغهم علشان تريحوني انا كمان. مؤتمر التجاره الخارجيه هيكون في سويسرا الشهر الجاي، وانا هكون هناك. عايزين يتعاملوا معايا بطريقتي، اهلا وسهلا، انا موجود هناك. لوحدك بقى ولا معاك الهانم مراتك؟ مراتي انا ما اقدرش اخدها معايا، ما اقدرش اعرضها للخطر. اولا هي ملهاش في التجاره وملهاش في البيزنس، ده شغلي انا. ولما هو شغلك وبتخاف عليها قوي، بتخونها ليه طالما انت بتحبها؟ اسالي نفسك انا ليه سايبك وماشي دلوقتي. يمكن اكون فقدت قوه اغرائي ليك. بص يا دينا، انا مشيت على هواكي لغايه لما خدت المصنع، ما عنديش استعداد ان انا امشي على هواكي تاني لغايه لما اخرب. انت خدتي اللي انت عايزاه وانا خدت اللي انا عايزه. خليني ادخل. يا مختار روح نام، انا كويسه. وانا مش عارف انام وحضرتك قاعده متضايقه كده. معلش بقى انا هدخل. انا اسف يا ماما، ما كنتش احب ابدا ان اكون سبب مضايقتك. انا دماغي مشغوله بحاجه تانية خالص. يا ماما الرجوع للحق فضيله، وانا ماليش حق في املاك بابا امجد. ليك حق في املاك امك. ده لما يكون امي هي اللي بتملك مش هو. امك تملك مستشفى ومصنع، صحيح ما هماش قد ثروه امجد، انما على الاقل يبقى لك حق في البيت ده. وعلى اعتبار كلام حضرتك صحيح وان انا ليا حق في البيت ده، انا ما احبش اخد الحق بالطريقه دي. يا حبيبي اللي بيني وبين بابا امجد انت ما تعرفهوش. انا اتجوزت بابا امجد وهو ما عندوش حاجه خالص، عنده مكتب صغير وتقريبا ما بيشتغلش. اشتغلت انا في المستشفى وفي العياده بفلوسي وبمجهودي وبعرقي، وقف على رجله لغايه ما بقى عنده المؤسسه الكبيره دي كلها، ودلوقتي جاي تقولي عشان مش باسمي؟ ايوه ماما دي الحقيقه، انا مش باسمه. انت ابني انا، وانا من حقي امن لك مستقبلك باي وسيله. يا ماما ميادة كانت عندي من شويه، وانا حسيت من كلامها انها حاسه ان انا باخد حاجه مش بتاعتي، باخد حاجه منها. يا حبيبي ميادة دي عيله مش فاهمه حاجه خالص. برضه يا ماما ما دام الاحساس ده وصل لها، لو انا خدت حاجه من ثروه بابا امجد ممكن هي تفكر تقول مختار بيسرقني، بياخد حاجه مش من حقه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده حقي انا. يا ماما لو سمحتي ده قرار نهائي، انا لا يمكن هدخل المصنع ده حتى لو كتبتوه باسمي غصب عني. يا ماما انا ما اقدرش اشوف البيت اللي انا اتربيت فيه بيولع بسببي. طب بص بقى، انت واختك مالكوش دعوه خالص، دي حاجه بيني وبين جوزي، وبعدين الحكايه مش حكايه ميراث ومصنع، الحكايه حكايه بيت بينهار. بيت بينهار؟ ما توصلش للدرجه دي يا ماما. لا توصل، لما الاساس يتاكل لازم ينهار. يا ماما ارجوكي علشان خاطري ما تصعديش الامور. ممكن تروح تنام ومالكش دعوه بحاجه خالص. طيب بعد اذنك، يعني انا هروح اقعد شويه في شقه بابا صلاح لحد ما الامور تهدى. هيكون احسن برضو، روح. صباح الخير. انت من قلبي.
ويساعدني احافظ على البيت ده وعلى اولادي. كنت فين يا سعادة البيه لغاية دلوقتي؟ ليه يا بابا الساعة ما جاتش 3 قال ليه؟ من عمايلك السودة اللي عملتها في الحفلة كسفتني. كسفتك؟ ده أنا اللي محسوف. بقى راجل مستشار زيك يعمل كده؟ وهو عشانك الواحد يتحمل القرف. ما هي وظيفة بكام ألف جنيه في الشهر. أحسن من القعد على المعاش ب 800 جنيه. ولا أنت فاكر المعاش بتاعي هيكفي مصاريفك أنت وأختك؟ صح، لو الحكاية كده تبقى تستاهل. أو تشتغل معاهم كام سنة بكام ألف، ناكل بيهم جبن، لانشون، زيتون. أنت بتتريق؟ ما هي دي الحقيقة. هي دي الحقيقة صح. عشان بتفكروا في مبالغ هايفة تافهة، 1000 على 1000 يبقوا 2000. لكن أنا بقى بفكر أشيل الجمل بما حمل. أنت ما بتفكرش غير إنك بس تصرف الفلوس وتفرتكها. بقول لك إيه يا أبو حسام، روح بقى نام وما تزعلش نفسك عشان ورايا شغل كتير جدا على الكمبيوتر. شغل ولا فيلم هايف هتتفرج عليه؟ فيلم رعب وحياتك يطير النوم من العين. هقول لك ايه، مفيش فايده فيك. وانت من اهله يا حبيبي، وانت من اهله. ايوه يا حسام. ايوه حبيبتي، عملت ايه مع العريس؟ شكله مصمم، عازم نفسه هو وباباه عندنا الاسبوع الجاي. قال لي ايه؟ لمزيد من التعارف. وبعدين بقى؟ ما تقلقش، انا هتحجج بالتعليم وان لا يمكن افكر في الجواز قبل ما اخلص دراستي. ودي حاجه تنفع مع ابن شريف الانصاري؟ ده ممكن يشتري لك 20 شهاده. ما تشغلش بالك، انا هتصرف. ماما نفسها مش مقتنعه وشايفه اني لسه صغيره على الجواز، وده شغلها بقى وهي عارفاه. صغيره؟ يا حبيبتي ده انت في عز الجواز، ولو مامتك ما قالتش كده ما تبقاش دكتوره نساء. عموما مش هغلب. لسه كنت مستنيه ان انا ارجع. وبعدين بقى يا روح ما تزعليش، انا نفذت معاكي شويه. انا تعبان اليومين دول بس من ضغط الشغل. وبعدين انت عارفه انا ما اقدرش على زعلك، سامحيني.